السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة عشان احنا خلاص في شهر الشتاء وداخلين على الشتاء يعني، والحمد لله الشتاء جاية جميلة قوي. فعايزين نعرف ازاي نعمل وقاية لنفسنا من نزلات البرد. فأهم حاجة نتكلم فيها هنتكلم عن فيتامين سي. ليه فيتامين سي؟ لأنه بيقوي المناعة وبيساعد على ان الواحد يبقى عنده مناعة من انه يحصل له نزلة برد. يفضل طبعا ان احنا كل يوم ناخد حباية او حبايتين من الفاكهة اللي بتحتوي على فيتامين سي. طبعا منهم طبعا الليمون اللي هو سهل قوي في ايد الناس كلها، والبرتقان. لكن في حاجات بيبقى فيها نسبة فيتامين سي اكتر كتير من البرتقان، يعني في حاجات فيها نسبة فيتامين سي كتير قوي من البرتقان والليمون اللي احنا مشهورين بيهم، او اللي احنا عارفين ان فيهم كمية فيتامين سي كتير. زي ايه طيب؟ زي الاناناس، الفراولة، الكيوي، البروكلي، الفلفل، الجوافة. طيب هو فيتامين سي بيعمل ايه؟ فيتامين سي بيقوي المناعة، بيساعد كمان على انقسام الخلايا جوه الجسم، بيعمل نضارة للبشرة، بيفتح لون البشرة. بنستخدمه كمان في الكريمات اللي بتعمل حماية للبشرة. قبل ما يتحط الكريم اللي بيبقى حماية من الشمس، المفروض بيتحط الحماية، طبقة من الحماية من الكريم اللي بيحتوي على فيتامين سي، عشان يساعد الكريم اللي بيعمل حماية للبشرة من الشمس. طبعا ما ينفعش ان انا اخد فيتامين سي كأدوية لكل الناس. في بعض الناس ما ينفعش ياخدوها، زي مين؟ زي الناس اللي عندهم حصوات في الكلى، خاصة حصوات الإيجوزاليت، لأن في الحالة دي هيساعد على تكوين حصوات. يبقى في الحالة دي طبعا هناخد فيتامين سي ازاي؟ هناخده عن طريق الأكل بس. كمان فيتامين سي من الحاجات اللي بتدعم الكولاجين في الجسم، يعني بتساعد على تكوينه، وبالتالي بتساعد بطريقة غير مباشرة في منع هشاشة العظام. يبقى نقصها ممكن يسبب لي هشاشة عظام. كمان هو بيساعد على امتصاص الحديد، يبقى نقص فيتامين سي ممكن يسبب لي أنيميا. أفضل وقت طبعا إن أنا أخد فيتامين سي بيكون قبل الفطار بنص ساعة أو بعد الفطار بساعتين. طبعا زي ما قلنا هو بينور البشرة، بيشيل البقع الغامقة اللي في الوش. كمان فيتامين سي من الحاجات اللي بتتأثر بالحرارة. يعني إيه بتتأثر بالحرارة؟ يعني ما ينفعش إن أنا مثلا أخلي المية سخنة واشرب ليمون سخن، ده ينفع في حاجات معينة، لكن عشان أستفيد بفيتامين سي لا، لازم أخده بالليمونة بدرجة حرارة الغرفة العادية. كمان لو أنا عرضته للجو، يعني مثلا خدت نص ليمونة وسبت نص ليمونة، ما سيبهاش فترة طويلة، لو عرضتها للجو أكتر من 7 دقايق بيبقى ما فيهاش فيتامين سي، بيروح. كمان عايزين نعرف إن في حاجة مهمة جدا اللي هي قشر الليمون. قشر الليمون ده بيساعد على التركيز، بيساعد على الهضم، وبيعتبر مضاد حيوي طبيعي. كمان بيقلل نسبة حدوث الكبد الدهني، أو كمان بيفيد في حالات الكبد الدهني، يقلل من الدهون شوية، بيقلل من التوتر. وكمان عايزين نعرف إن احنا لو خدنا الليمون بقشره وكلناه لمدة 10 أيام كل يوم، ده غير إن هو بيساعد على زيادة المناعة، كمان ده بيعمل على طرد الديدان. يبقى ده بيبقى مفيد في عملية طرد الديدان. نتمنى ان احنا ان شاء الله ما حدش فينا يجيله برد في الشتاء، ونتمنى ان احنا نحافظ على ان احنا كل يوم ناخد حباية او حبايتين من الفواكه او الخضار اللي بيحتوي على فيتامين سي. زي ما قلنا الفلفل الرومي، ممكن ناخد فلفل رومي ناكل منه حباية مثلا في اليوم. ممكن ناكل مثلا ليمونة بقشرها، وده هيفيدنا في حاجات كتير زي ما قلنا. يبقى نحرص على ده عشان إن شاء الله نعمل وقاية لجسمنا وما يحصل لناش أي نزلات برد. وإن شاء الله شتاء سعيد على كل الناس يا رب.